فيلمنا بيبدأ وبنشوف طالب قاعد في الفصل وبيضرب نفسه. طيب يا ترى الواد ده بيعمل في نفسه كده ليه؟ وعلشان نعرف ايه اللي خلاه يعمل كده لازم نرجع 13 يوم لورا وبنتعرف على سيون، واحد من اذكى الطلبة اللي موجودين في المدرسة واللي كان دايما بيحب يقعد لوحده لان ما عندوش اي اصحاب، وكان بيذاكر وهو بيسمع الاغاني. وفي يوم المدرسة كانت بتوزع عليهم نتيجة الامتحان بتاع الرياضيات، وسيون خد المركز الاول، اما يونج بين فخد المركز الثالث. وبنعرف ان يونج بين ده كان واحد من اكتر الطلبة اللي بيعملوا شغب في المدرسة، ووقت الفسحة كان هو واصحابه بيضايقوا الطلبة دايما. وبنشوفه وهو بيرمي على سيون شبشب، ووقتها قال له ان هو رماه فيه بالغلط، فسيون طلب منه يخلي باله المرة الجاية، والكلمة دي بتعصب يونج بين ففضل يستفز فيه اكتر. ولما سيون كان خلاص هيرد عليه، وقتها مجموعة طلبة دخلوا الفصل وكانوا بيدوروا على شاب اسمه سوهو، لانهم عرفوا ان هو كان طلع مع اخت صاحبهم. فسوهو رد عليهم وقال لهم ان هي اللي بتجري وراه وان هو اصلا كان في الجيم، والكلام ده ضايق الكل. وفجأة خناقة كبيرة بدأت ما بينهم جوه الفصل، لكن المفاجأة ان سوهو قدر يضربهم كلهم، وكل الطلبة وقتها كانوا خايفين منه الا سيون اللي كان قاعد مكانه كأن مفيش اي حاجة حصلت. وبعد ما الخناقة بتخلص سأل سوهو ليه اتخانقت جوه الفصل مش بره، فسوهو بصله وسابه ومشي. وبعد المدرسة سيون بيرجع البيت، وبنعرف ان هو كان عايش مع ابوه بعد ما هو وامه اتطلقوا، وبالليل ابوه قال له ان هو هيسافر كام يوم بسبب الشغل. وتاني يوم بنشوف ان سيون بيوصل للمدرسة بدري، وفي حصة الرياضيات المشاكل بتبدأ من تاني، بس المرة دي سوهو بيتدخل وبيرمي شبشب على واحد من اصحاب يونج بين، وامره ان هو يشيل الشبشب ده، ومفيش حد فيهم كان قادر يرد عليه. وبعد الحصة ما بتخلص يونج بين بيرجع يضايق سيون من تاني، فسيون وقتها قرر ان هو يواجهه، بس المرة دي واحد من اصحاب يونج بين بيمسكه من رقبته وطلبوا منه ان هو يعتذر له، بس سيون رفض ان هو يعتذر. وفي اللحظة دي المدرس بيدخل الفصل فبيضطروا ان هم يسيبوه، وقالوا له ان هم كانوا بيهزروا، وسيون وقتها فضل ساكت علشان ما يتعاقبوش كلهم. وبعد ما بيرجع البيت قعد يذاكر، بس جرس الباب بيرن، ولما بيفتح بيتفاجئ بسوهو واقف قدامه، وبيعرف وقتها ان هو كان شغال دليفري وجه للعنوان بتاع بيته بالغلط. ووقتها طلب من سيون كوباية مية وقعدوا يتكلموا شوية، وبعدها شكر ومشي. وتاني يوم طالب جديد اسمه يومسك بيجي للفصل، وفي الفسحة يونج بين واصحابه بدأوا يضايقوه، فسيون اتدخل وقال لهم يسيبوه في حاله، بس يونج بين رفض والموضوع كان هيقلب بخناقة تانية. فبنشوف سوهو بيقول لهم يبطلوا دوشة علشان هو عايز ينام، فيونج بين بيلم نفسه وبيلم اصحابه معاه. وفي نفس اليوم يونج بين وهو واصحابه بيطلعوا علشان يسهروا، وبنشوفهم وهم قاعدين بدأوا يتكلموا عن سيون، ويونج بين قال لهم ان هو لازم يعلمه درس ما ينساهوش طول حياته. فواحد من اصحابه اقترح عليه ان هم يبوظوا له الامتحان بتاعه، لان سيون كان دايما متفوق وبيحب يجيب الدرجه النهائيه. وبنشوف في الوقت ده سيون كان قاعد بيذاكر، وبنشوف في السهره بتاعتهم واحد من الشباب بيجيب لهم مخدرات وبداوا كلهم يستخدموها. وساعتها يونج بين بيسال عن تاثير ماده معينه لو الماده دي اتحطت على الرقبه، فصاحبه بدا يشرح له تاثيرها وطلب منه ما يعملش مشكله بسببها. وفي نفس الليله بنشوف سيون وهو راجع اتنين شباب افتكروه واحد بيشتري مخدرات، وحاولوا انهم يعرضوا عليه البضاعه بتاعتهم، بس سيون رفض وطلب منهم يبعدوا عنه. ولما بداوا يهددوه هو كان ماسك القلم بتاعه علشان يهاجمهم، بس الدنيا عدت من غير اي مشاكل. وتاني يوم جه يوم الامتحان، وقبل الامتحان يونج بين راح واتكلم مع بومساك وقال له ان هو عرف تفاصيل من مدرسته القديمه وان الماضي بتاعه ممكن يعمل له مشاكل كبيره. فبومساك بدا يتوتر، بس يونج بين عرض عليه صفقه، فيونج بين قال له ان هو مش هيتكلم عن الماضي بتاعه في مقابل ان هو يعمل له حاجه بسيطه. ولما الامتحان بيبدا بومساك بيقرب من سيون، ووقتها لمس رقبته وقال له ان هو كان بيشيل له دبانه من عليها، وسيون وقتها ما خدش باله من اي حاجه. وفي البدايه كانت كل حاجه ماشيه طبيعي، بس بعد شويه سيون بدا يحس بدوخه كبيره وتركيزه بدا يقل، وما كانش قادر ان هو يكمل الامتحان، فعلى طول بيطلع من الفصل وبيروح للحمام علشان يفوق. ولما بيرجع بيلاحظ اثر الماده اللي كانت موجوده على رقبته، وفي اللحظه دي بيفهم كل اللي حصل. فبنشوفه وهو متضايق بيضرب الترابيزه بتاعته وبص ناحيه بومساك، ووقتها فقد السيطره على نفسه وبدا يهجم على يونج بين واصحابه، والفصل كله كان مصدوم من اللي بيحصل. ولما يونج بين حاول يقاومه سيون بدا يفكره بكل التحذيرات اللي هو حذرها له، وفضل وقتها يضرب فيه. ووقتها سوهو اتدخل وحاول ان هو يوقفه، بس الموقف كان خرج عن السيطره وسيون بدا يضرب في سوهو هو كمان. ووقتها المدرسه بتدخل وكلهم بيسكتوا، ولما سالتهم عن اللي حصل سوهو حاول ان هو يخفف الموقف ده وقال لها انهم كانوا بيتخانقوا وهو كان بيحاول يفصل ما بينهم. وبالليل المدرسه بتاخد
سيون للمستشفى علشان يعتذر ليونج بين. وبنشوف ان ام يونج بين كانت متضايقه وكانت بتهدده وبتقول له انها هتبلغ الشرطه. فسيون وقتها ورى لهم الماده اللي اتحطت على رقبته وقال لهم ان يونج بين هو اللي خطط لكل ده. ولما بداوا يفتشوا في شنطته عرفوا وقتها ان كلام سيون صح. فساعتها المدرسه قالت لام يونج بين ان اي بلاغ هيتقدم هيكون ابنها اول واحد هيتحاسب. وبعد اللي حصل ده المدرسة قالت إن نقل يونج لمدرسة تانية هيكون هو أفضل حل. ووقتها يونج بين سمع الكلام ده، ومن اللحظة دي كرهه لسيون بيزيد أكتر. ولما سيون بيرجع البيت أبوه لاحظ الكدمات اللي في وشه، ووقتها سأله إيه اللي حصل. فسيون قال له إن هو وقع على وشه. وتاني يوم أصحاب يونج بين كانوا مستنيين سيون قبل ما يمشي وطلبوا منه إن هو يطلع معاهم. فسيون ما كانش خايف وطلع معاهم، والفصل كله افتكر إن في خناقة جديدة هتبدأ. بس المفاجأة إنهم دخلوا الحمام وبعد شوية طلع لوحده. ولما الطلبة سألوه ايه اللي حصل هو رد عليهم وقال لهم هو احنا اصلا كنا اصحاب ولا انتوا عمركم كلمتوني قبل كده. وبعدها رجع مكانه وهو ساكت. وفي نفس الوقت كان يونج بين في المستشفى، ووقتها بيزوروا واحد اسمه يونج. ويونج وقتها عرض عليه فلوس مقابل ان هو يضرب سيون. وبالليل سيون بيقابل سوهو بالصدفة وكان شغال في توصيل الطلبات. وسوهو وقتها اعتذر له عن الخناقة اللي حصلت بينهم، وبهزار كده طلب منه ان هو يعزمه على اكل. وبعدها كل واحد فيهم راح لطريقه. وفي اليوم ده كان سوهو فضل يشتغل لوقت متأخر، ولانه ما كانش عايز يتأخر عن المدرسة رجع ونام جوه الفصل. وتاني يوم سيون بيوصل بدري للمدرسة وبيشوف ان سوهو نايم هناك، فما رضيش يفتح الشبابيك علشان ما يصحيهوش. ووقت الغدا بيصحيه وبيعزمه على الاكل. وبنشوفهم وهما بيتكلموا بيعرف وقتها ان سوهو عايش مع جدته. ولما بنروح لمكان تاني بنشوف ان في شاب بيخسر كل فلوسه في المراهنات، ووقتها راح يستلف فلوس من ناس خطرة جدا. ومن هنا في مشاكل جديدة بدأت انها تحصل. وبعد المدرسة بنشوف ان بومسك حاول يكلم سيون وكان بيعتذر له عن اللي هو عمله. فسيون قال له ان هو مش محتاج الاعتذار بتاعه ده ولا عايزه اصلا يكون صاحب ليه. وبعدها سابه ومشي. وبعد شويه بنشوف يونج بين واصحابه مستنيين سيون، واول ما شافوه بداوا يهجموا عليه ويضربوه. وبعدها سحبوه لمكان بعيد عن الناس علشان يكملوا ضرب فيه. ووقتها بومسك شاف كل حاجه وجري بسرعه لسوهو وحكى له على اللي حصل. بس سوهو قال له ان هو مش مضطر انه يساعده وكان خلاص هيسيبه ويمشي. بس بومسك قال له ان هو هيديله فلوس لو هو ساعده. فسوهو وافق ان هو يروح يساعده وراحوا هما الاتنين بسرعه ناحيه المكان. وبنشوف في الوقت ده يونج بين بيقول لاصحابه ان هم يكسروا ايد سيون علشان ما يقدرش يكتب في الامتحانات تاني. ووقتها سيون كان بيبص حواليه وفي لحظه بدا يهاجم واحد منهم بالقلم، وبعدها ضربهم واحد ورا التاني لحد ما وقعهم كلهم على الارض. وكلهم وقتها كانوا خايفين ورجعوا لورا، بس يونج بين قدر يقف من تاني ووقع سيون على الارض وبدا ان هو يضرب فيه. واصحابه مسكوا ايده وحاولوا انهم ينفذوا خطتهم. وفي اخر لحظه سوهو بيوصل وبيدخل معاهم وبعدهم عن سيون وحاول ان هو ياخده ويمشي. بس فجاه يونج بيظهر هو كمان وبيدخل معاهم في الخناقه دي. ووقتها يونج بين واصحابه رجعوا يهاجموا سيون من تاني. وبنشوف ان سوهو كان بيتخانق مع يونج. ووقتها سوهو بيلمح يونج بين وكان ماسك ازازه وناوي يضرب سيون بيها، فجري بسرعه علشان يمنعه. ويونج وقتها حاول يوقفه. وفي اخر لحظه بومسك بيقدر ينقذ سيون. وبعد كده يونج قرر ان هو ينسحب وخد معاه يونج بين والباقيين. بس قبل ما يمشي سيون بص ليونج بين وقال له ان كل حاجه لازم تقف لحد هنا لان المره الجايه العواقب هتبقى اسوأ. وبعدها سوهو اخد سيون وبومسك لمطعم هو شغال فيه. وبنشوفهم وهم بياكلوا سيون سأله اذا كان شغال في اكتر من مكان، فسوهو قال له ان هو بيشتغل توصيل كام يوم في الاسبوع بس. ووقتها بومسك بيعتذر عن كل اللي عمله وبيعترف لهم ان يونج بين هو اللي اجبره ان هو يعمل كده. فسيون سمع كلامه ده وما ردش عليه. وفي مكان تاني كان في راجل خطير اسمه جيلو، واللي عرف ان يونج اتضرب واتكسرت ايده فاتضايق جدا وضربه هو كمان بسبب المشاكل اللي هو عملها. ولما بنروح للشباب بنلاقيهم بقوا يقضوا وقت اكبر مع بعض وبقوا خلاص اصحاب. وفي يوم سوهو بيعرض عليهم ان هم يطلعوا مع بعض، بس سيون قال له ان هو عايز يذاكر. وفي يوم والدنيا بتمطر بنشوف سيون كان داخل محل وهناك بيشوف بنت اسمها يي واللي كانت بتحاول تسرق حاجه من المحل ده. ولما عرفت ان هو شافها بدات تتظاهر قدام صاحب المحل ان سيون ده يبقى صاحبها، واستخدمت سيون علشان تطلع من الموقف الزفت اللي هي فيه. اما سيون فكان هادي زي عادته، واول ما طلع خد بعضه ومشي. بس يي جريت وراه وقالت له انها ما عندهاش حاجه تحميها من المطر، وفي النهايه خدته معاها المطعم وقعدوا هناك في المطعم شويه. ووقتها بنشوف ان يي كانت معجبه بسيون، ولما جت لها الفرصه خدت رقمه من الموبايل بتاعه من غير ما يعرف. وبعد ما المطر وقف خدت بعضها ومشيت. وفي نفس الوقت بنشوف ان كان في ناس تانية بتدخل اكتر في عالم الديون والعصابات، والمشاكل كانت بتكبر يوم بعد يوم. وبعدها بفتره بنشوف ان يونج بين بيرجع لمدرسته القديمه علشان ياخد حاجته من هناك، وهناك بيقابل سيون وبومساك وسوهو. ووقتها فضل يترجاهم علشان يساعدوه وقال لهم ان قضيه المخدرات اللي عليه ممكن تدخله السجن، وطلب منهم ان هم يشهدوا معاه. وبعد محايله كتيره وافقوا ان هم يروحوا معاه،
بس وقتها بيعرفوا ان يونج بين كان بيخدعهم لانه كان بيجرهم للمكان بتاع جيلو، وهناك يي بتظهر مرة تانية، ووقتها جيلو بيقول لهم ان اصابة يونج كلفته خسائر كبيرة وطلب منهم مبلغ كبير ولازم يجيبوا له المبلغ ده خلال 3 ايام، وهو بعدها هيقفل الموضوع ده، ولو ما جابوش المبلغ ده هو هيخلص عليهم. فسيون وقتها فهم ان الموضوع ده كله ابتزاز وسأله اذا كان عنده اي دليل ان هم اللي عملوا كده، فجيلو قال له ان الدليل مش مهم بالنسبة له وان هو ممكن يأذي اي حد لو هو احتاج، وعلشان يثبت لهم كلامه بيجرح سوهو قدامهم، وبعدها بيحذرهم للمرة الأخيرة إنه قدامهم 3 أيام بس، وبعدها سابهم هو ورجالته ومشي. ومن اللحظة دي رجالة جيلو بقوا يراقبوهم في كل مكان. وبعد ما الدنيا قفلت في وشهم سيون قرر إن هو يقابل يي، وقبل المقابلة غير شكله علشان محدش يعرفه، وأول سؤال سأله لها كان عن جيلو ومين الراجل ده بالظبط. فيي بدأت تحكي له كل حاجة وقالت له إنهم كلهم كانوا أيتام، وجيلو هو اللي وفر لهم مكان علشان يعيشوا فيه، بس في المقابل كان بيجبرهم إنهم يشتغلوا لحسابه. وقالت له إن جيلو ده بيأذي الناس مقابل الفلوس، ونصحته ان هو يدفع المبلغ اللي هو طلبه منه علشان ما يقتلهوش. بس سيون كان شايف ان هم حتى لو دفعوا له الفلوس جيلو مش هيسكت وهيطلب اكتر من كده. وفي نفس الوقت بنشوف ان بومساك كان سرق ساعة ابوه وباعها علشان يقدر يجمع الفلوس، وتاني يوم جاب الفلوس لسيون وسوهو وقال لهم ان المبلغ خلاص كده جاهز وانهم يقدروا يخلصوا من المشكلة دي. بس اول ما عرفوا مصدر الفلوس سوهو اتضايق جدا وطلب منه ان هو يرجع الساعة، وبنشوف ان سيون كان رافض كل اللي بيحصل ده وقال لهم ان الدفع مش هيحل اي حاجة، وكمان قال لهم على الحاجة اللي هو اكتشفها وهي ان جيلو بيوقع الطلبة في الادمان والمراهنات وبيستغلهم علشان يكسب منهم، وفي البداية بيخليهم يكسبوا شوية فلوس قليلة وبعدين بيخسروا كل حاجة، ولما بيغرقوا في الديون بيعرض عليهم قروض وبعدها بيبدأ يبتزهم، ولما ما بيبقوش قادرين يدفعوا بيبيعوا كل حاجات اهلهم، وبكده بيفضل مسيطر عليهم طول الوقت. والاهم من كده ان كل الادلة والمعلومات موجودة في مكان واحد، ولو هم قدروا يوصلوا له كل شبكة جيلو هتقع. وسوهو استغرب من اللي هو عرفه ده وسأل سيون هو عارف التفاصيل دي كلها منين، بس سيون رفض ان هو يجاوبه. وبعدها شافوا جيلو ورجالته حوالين المدرسة، وهنا بدأت الخطة. فسوهو عرض ان هو يروح لوحده ويشغل جيلو بعيد عنهم، اما سيون وبومساك فكانت مهمتهم انهم يبلغوا الشرطة. ووقتها سوهو راح لجيلو وقال له ان هو عنده فكرة جديدة ممكن تكسبهم فلوس اكتر، فالكلام ده شد انتباه جيلو شوية وقرر ان هو ياخده معاه. وفي اللحظة دي يي كانت سلمت سيون عنوان المكان اللي هم بيروحوا له، واول ما بومساك سمع العنوان ركب تاكسي وجرى على هناك لوحده، وكان خايف جدا على سوهو. ولما سيون حاول يمنعه ما كانش فيه اي فايدة، فقرر ان هو يبلغ الشرطة. ووقتها يي قالت انها بتساعدهم علشان كانت عايزة تنهي كل اللي جيلو بيعمله. وفي نفس الوقت سوهو بيوصل للمخبأ بتاع جيلو، وقبل ما بيدخل بعت رسالة صوتية سرية لسيون ووصف له كل حاجة عن المكان بالظبط علشان يعرف يوصل له. بس جيلو اكتشف الخيانة دي واتضايق جدا وبدأ يضرب في سوهو، وبعدها عرف ان الشرطة جاية في الطريق فقرر ان هو يتخلص من كل الأدلة. وفي وسط الفوضى دي بومساك بيوصل وكان معاه الفلوس وقعد يتحايل على جيلو ان هو يسيب صاحبه، ووقتها هو كمان وقع في ايد جيلو. وبعد شوية سيون بيوصل مع الشرطة بس بيلاقوا المكان فاضي، والشرطة اعتبرت ان مفيش دليل كفاية فقررت انها تسيب المكان وتمشي. بس سيون كان متأكد ان في حاجة حصلت فكسر الشباك ودخل لوحده، واول ما دخل شاف آثار الدم على الارض وحاول يتصل بسوهو بس ما كانش فيه اي رد. ووقتها فهم ان جيلو هرب وخد معاه كل الأدلة. وفي الوقت ده جيلو كان واخد بومساك وسوهو المكان مجهول، وبنعرف ان هو كان عارف ان يي ويونج ساعدوا سيون واصحابه ان هم يوصلوا له، فطلب من يونج ان هو يجيله. ويونج وقتها فهم ان نهايته قربت فادى بطاقته البنكيه ليه وطلب منها ان هي تختفي كام يوم وهو هيروح يشوف جيلو. وفي نفس الوقت سيون بيتصل بيه وبيقول لها على كل اللي حصل وان جيلو هرب وخد معاه كل الأدلة. فهي عرفت وقتها إن يونج رايح لمكان جيلو فبعتت اللوكيشن لسيو وقالت له ما يجيش لوحده، بس كان خلاص سيون اتحرك وبدأ يجري ناحية المكان. وبعد شوية بيوصلوا بيلاقوا بومساك مربوط وسوهو حالته كانت صعبة. وكان في الوقت ده سيون وصل قريب من المكان ولما شاف العربيات بره فهم إن جيلو ورجالته موجودين جوه، فعلى طول اتصل بالشرطة وطلب منهم يجوا بسرعة. وجوه المكان جيلو بيواجه يونج وبيسأله هو ليه خانه، وبعدها بدأ يضرب فيه وربطه مع الباقيين وطلب من واحد من رجالته ان هو يتخلص من يي ويونج، بس الراجل ده رفض ان هو ينفذ اوامره. فجيلو قرر ان هو يخلص عليهم بنفسه وبنشوفه كان هيهاجم سوهو بومساك، بس فجأة يونج بيهجم عليه وبيوقعه على الارض وقال له ان هو ما بقاش خايف منه. ووقتها جيلو بيطلع سكين وقدر ان هو يوقع يونج، فيي بتستغل الفرصة دي وبتضرب جيلو. ووقتها سيون وصل وقال لهم ان الشرطة جاية وان محدش هيقدر يهرب.
واول ما جيلو سمع الكلام ده خد رجالته وحاول يهرب، وسيون فك اصحابه بسرعه. بس بعد شويه جيلو بيعرف ان مفيش شرطه هتيجي، وصوت العربيات كان مجرد تسجيل من موبايل سيون. فرجع هو ورجالته مره تانية وبداوا يتخانقوا، وكل واحد فيهم كان بيحاول ينقذ نفسه. وفجاه الشرطه بتوصل فعلا وكلهم بداوا يجروا، وبنشوف جيلو وهو بيهرب بيهاجم سيون بالسكين، وبعدها خد بعضه وهرب. فسيون جري وراه وقدر ان هو يلحقه، وبعدها حاول يواجهه لوحده، بس كان بينهم فرق قوه كبير وجيلو خلاص كان هيقتله. وفي اخر لحظه سوهو بيوصل وبيدخل مع سيون، وفي النهايه قدروا انهم يوقعوه. وبعد كده يونج بيطلب من يي والباقيين انهم يهربوا، وهو هيشيل الليله لوحده علشان كان عايز يحميهم من الشرطه. ولما الشرطه بتقرب منهم وقتها بيسلم نفسه وبيطلب منهم انهم يبداوا حياه جديده. وبالليل بنعرف ان كل المتورطين بيتقبض عليهم. وبعد ما الفوضى دي بتخلص بومساك بيرجع موبايلات سيون وسوهو، وبنعرف ان سيون وبومساك كانوا لازم يروحوا يعترفوا باقوالهم. بس فجاه بيوصل محامي عيله بومساك وقال لهم ان الموضوع ده اتقفل وان اسمائهم اتشالت من القضيه، وطلب منهم ينسوا كل اللي حصل. وقبل ما بيمشي سيون بيطلب منه حاجه واحده، وقال له ان اغلب الناس كانوا ضحايا وان جيلو هو المسؤول الحقيقي، وطلب منه يحاول يساعد الباقيين. وبعد ما بيطلع بيقابل يونج للمره الاخيره. وبعد ما طلع من الاسم سيون قابل يي اللي كانت مستنياه وقلقان عليه، وقال لها ان كل حاجه تمام. وفي نفس الوقت محامي عيله بومساك خده علشان يقابل جيلو، وطلب من بومساك ان هو يقتله، بس بومساك كان خايف جدا وما قدرش يعمل اي حاجه. فوقتها المحامي بدا يضرب جيلو، وبومساك من خوفه ساب المكان كله ومشي. وبنشوف بعد كده سيون ويي راحوا علشان يزوروا سوهو في المستشفى، ووقتها يي اعتذرت له على كل اللي حصل، وسيون قال له ان القضيه كلها اتقفلت وان اسمائهم اتشالت منها. ومن هنا بداوا يقربوا اكتر من بعض. وتاني يوم سيون جاب اكل لسوهو وقعدوا ياكلوا مع بعض ويتكلموا. وفي نفس الوقت بنشوف ان ابو بومساك كان ظاهر على التلفزيون، وواضح كده انه كان شخصيه محبوبه من الكل. واول ما رجع للبيت مسك بومساك وبدا يضرب فيه بسبب كل المشاكل اللي هو عملها. ووقتها بنعرف سر، وهو ان بومساك مش ابنه الحقيقي، ده كان ولد هو متبنيه من زمان وخده للعيله علشان يحسن صورتهم قدام الناس. وبعد ما بيرجعوا للمدرسه بنشوف ان المجموعه سمعتهم بدات تنتشر، والطلبه بقوا يتكلموا عنهم، خصوصا بعد ما قدروا يكشفوا شبكه المراهنات. حتى اصحاب يونج بن بقوا يتجنبوا ان هم يتخانقوا معاهم، ومع الوقت صداقتهم بقت اقوى وبداوا انهم يخرجوا مع بعض. وسوهو اقترح ان هم يجيبوا يي معاهم هي كمان. وبنعرف في الوقت ده ان بومساك كان بدا يتغير وكان لسه محتفظ بفلوس الساعه اللي باعها وما كانش يرجعها لابوه لحد دلوقتي. وفي يوم شاف صور سيون ويي وسوهو مع بعض وحس وقتها ان هو بقى بعيد عنهم. وفي نفس الوقت سيون راح علشان يقابل والدته، والمقابله دي ما كانش فيها اي مشاعر، ووقتها امه سابته بسرعه ومشيت بسبب شغلها. اما بومساك فكان طلع يتمشى مع سوهو ويي، ووقتها عرف ان عيد ميلاد سوهو قرب فقرر يعزمهم كلهم على مشروبات. وبعد شويه سيون بيجي لهم هم كمان، وبومساك في الخروجه دي حس ان هو ما بقاش جزء منهم. وبعدها كلهم راحوا علشان يغنوا، بس بومساك كان قاعد ساكت وطلع يجيب حاجات علشان يشربوها. وهناك بيشوف شباب من مدرسته القديمه، ودول كانوا نفس الناس اللي كانوا بيضربوه زمان. واول ما شافهم استخبى منهم، ولما رجع عرف ان هي ردت على مكالمه منهم من غير ما تعرف وقالت لهم على مكانهم، وده خلاه يتضايق جدا وبدا يتخانق مع يي. ووقتها يي سابت المكان ومشيت، وسوهو وقتها طلع وراها. وبعد شويه الشباب دول بيوصلوا المكان وقالوا انهم عايزين يتكلموا مع بومساك، بس سيون اتدخل وطلب منهم يبعدوا. ومن وقتها بومساك وهو فقد اعصابه. ولما بنروح للمدرسه بنشوفه اتخانق مع طالب لمجرد ان هو ضحك، وده لما الطالب كان قال له ان هو شجاع بس بسبب ديون وسوهو، فهو اتضايق اكتر. فسيون وسوهو اتدخلوا علشان يهدوه، ومن بعدها بومساك بدا يبعد عنهم. وفي نفس الوقت المتنمرين اللي قدام كانوا لسه بيتصلوا عليه وهو كان بيتجاهل مكالماتهم دي. اما سيون وسوهو فبقوا يقضوا وقت اكتر مع بعض، وسوهو بدا يعلموا اساسيات القتال. وبعد فتره قرروا انهم يروحوا يزوروا بومساك في بيته، وهناك اتفاجئوا بحجم القصر اللي هو عايش فيه. بس المفاجاه الاكبر كانت الحقيقه اللي هم عرفوها، وهي ان بومساك مش ابن العيله دي، وان هم اتبنوه بس علشان يحافظوا على صورتهم قدام الناس. وبعد ما سيون عرف الحقيقه سال بومساك اذا كانوا المتنمرين لسه بيضايقوه، ووقتها بومساك قال له انهم كانوا بيضربوه دايما في مدرسته القديمه، وده السبب الحقيقي اللي خلاه ينقل من المدرسه، وانهم رجعوا يتصلوا بيه من تاني. وبعد ما سمع الكلام ده سوهو قال له ان الهروب ده مش هيحل المشكله، وان هو لازم يواجههم. وفعلا راحوا يقابلوهم في نفس المكان بتاع الغنى، وهناك بومساك طلب من واحد منهم يعتذر له، بس الولد رفض، وسوهو اتدخل وهدده لحد ما اضطر ان هو يعتذر. ووقتها بومساك بيفقد اعصابه وبيهجم عليه، فهو بيرد عليه وبيوقع نضارته على الارض. وساعتها بومساك بيمسك الميكروفون وبيحاول يضربه بيه، بس سوهو بيسحبه بسرعه بره المكان. وبعدها سيون بيحذر الولاد دول وبيطلب منهم يبعدوا عن بومساك خالص. وبنشوف ان بومساك اتضايق في
سوهو وقال له ان هو مش خدام عنده وانه مش محتاج حد يتحكم فيه، وبعدها سابهم ومشي. ولما سيون حاول يلحقه بومسك كان رافض ان هو يسمع اي كلام. وبعد شويه المتنمرين رجعوا يجروا وراه من تاني، وبالصدفه بيقابل يونج بين واصحابه واللي اتدخلوا ضربوا الولاد دول وكمان اخدوا فلوسهم منهم. وبعدها بومسك راح مع يونج بين واصحابه علشان يسهروا مع بعض، وبومسك وقتها بدأ يصرف عليهم فلوس كتير وهم كانوا بيستغلوه جدا. وهو وقتها افتكر انهم بقوا اصحابه وبقى يقضي كل وقته معاهم. وتاني يوم بدأ ان هو يتجاهل سيون وسوهو وبقى يقعد مع يونج بين واصحابه. ولما سيون سأله ايه اللي بيحصل بومسك رد عليه وقال له ان ده ما يخصوش. وبالليل بومسك بيطلع مع المجموعه من تاني، وهناك بيعرفوه على واحد اسمه كانج واللي كان مشهور ان هو مقاتل قوي. وبومسك بدأ يقرب منهم اكتر واكتر، وبنشوف ان سيون وسوهو كانوا لسه مع بعض، وسوهو اخدوا معاه في شغل التوصيل وقعدوا يتكلموا مع بعض. وسيون قال ان اصحاب يونج بين واضح ان هم بيستغلوا بومسك، بس سوهو كان شايف الموضوع بشكل تاني وقال له يمكن بومسك هو اللي بيستغلهم زي ما استخدم شهرة سيون وسوهو قبل كده علشان يبعد المتنمرين عنه. والايام بتعدي وبومسك بيبعد عنهم اكتر. وفي يوم سيون راح يحذر اصحاب يونج بين وقال لهم ما يفكروش يستغلوا بومسك، بس هم اتجاهلوا كلامه. وبنشوف ان اصحاب يونج بين كانوا بيحاولوا يعدوا من الطابور، بس سوهو وقفهم وخلاهم يقفوا في الدور. فبومسك رفض كلامه ده، فبنشوف ان سوهو طلب منه يقف هو كمان، والتوتر ما بينهم زاد جدا. وبعد اللي حصل ده بومسك سالهم اذا كان حد يقدر يعلم على سوهو ولا لا، وساعتها قالوا له ان اللي هيعمل له الدور ده هو كانج. فبومسك عرض عليه فلوس مقابل ان هو يتخلص من سوهو، ووقتها كانج وافق. وبعد فتره اصحاب يونج بين بداوا يلعبوا في عجله سوهو وبوظوا الفرامل بتاعتها. وبنشوف اثناء شغل سوهو بيعمل حادثه، بس لحسن حظه الاصابات كانت بسيطه. ولما بيرجع المدرسه بدا يشك ان بومسك كان ليه علاقه باللي حصل، بس هو ما كانش عنده دليل. ولما عيد ميلاد سوهو بيقرب بنشوف ان سيون ويي كان بيجهزوا للاحتفال بيه، اما بومسك فكان بيحضر لحاجه تانية خالص. ووقتها حاول يكلم سوهو بس سوهو ما ردش عليه، فساعتها قرر يبعت رساله لسيون. ووقتها يي اللي كانت ماسكه موبايل سيون، وفجاه بتوصل لها رساله من بومسك كان بيطلب من سيون ان هو يقابله بره. بس يي كانت عارفه ان بومسك خلاص ما بقاش صاحبهم، فما حبتش انها تبوظ عيد الميلاد، وقررت انها ما تقولش لسيون على اي حاجه، وقالت انها هتطلع تجيب شويه حاجات وترجع. وراحت هي تقابل بومسك، وهناك بدات تعتذر له عن كل اللي حصل في الحفله بتاعه الغنى، وحاولت تقنعه ان هو يرجع لهم، وقالت له انها هتصلح كل حاجه. بس بومسك كان رافض خالص. ووقتها بتشوف يونج بين واصحابه قريبين من المكان، فبتفهم وقتها ان في مصيبه هتحصل. وفي الوقت ده سوهو وسيون كانوا مستنيينها ترجع، وسوهو راح يجهز الاكل، وفجاه بتوصل له رسائل على موبايله، لكن سيون هو اللي شافها. والرسائل كانت عباره عن صور للي وهم خاطفينها، وكان معاها عنوان المكان، وكانوا طالبين ان سوهو هو اللي يروح هناك. ووقتها سيون فهم كل حاجه ومسح الرسائل علشان سوهو ما يعرفش، وقرر ان هو يروح لوحده. ولما وصل لقى بومسك والباقيين مستنيينه، وكانوا متفاجئين ان هو اللي جه بدل سوهو. وسيون استغل اللحظه دي وخطف فيه بسرعه وحاول يهرب بيها، بس كلهم بداوا يجروا وراه، وسيون اضطر ان هو يواجههم لوحده. وفي نفس الوقت بنعرف ان هي كانت بلغت الشرطه، وبنشوف بالرغم من عددهم الكبير بس سيون قدر يوقع اكتر من واحد منهم. وفجاه كانج بيوصل للمكان، واول ما دخل قلب الدنيا ووقع سيون على الارض. ويونج بين شاف الفرصه دي ومسك سيخ حديد وكان عايز ينتقم منه، لكن بومسك دخل وقال ان مشكلته الحقيقيه مع سوهو مش مع سيون خالص. بس يونج بين كان متجاهله وفضل يضرب سيون، وبومسك ما كانش قادر يشوف ده، فخد بعضه وساب المكان ومشي. وبعدها كانج طلب فلوسه وقال ان حساب سوهو هيتاجل لوقت تاني. وفي نفس اللحظه يي وصلت وكانت معاها الشرطه، فكلهم خدوا بعضهم وهربوا من المكان. لكن بنشوف ان سيون كان متصاب، وبنشوفه وهو راكب الاسعاف بدا يفوق شويه، ويي بدات تحكي للشرطه على كل اللي حصل. بس سيون كان رافض ان هو يقدم بلاغ، وطلب منها كمان ما تقولش اي حاجه لسوهو. وبعدها اتصل ببومسك وطلب منه يبعد خالص عن سوهو وانه يوقف كل اللي هو بيعمله ده. وبعد كده بنرجع لذكريات طفوله سيون، وبنشوف اهله وهم بيتخانقوا وما كانش ولا واحد فيهم مهتم بيه، وده السبب اللي خلاه يكبر وهو كان حاسس بالوحده. ولما بنرجع تاني ابوه بيساله مين اللي ضربه، بس سيون بيكذب عليه وبيقول له ان هو وقع من على السلم. اما بومسك فكان ضميره بيأنبه وفضل حابس نفسه، وده بعد ما عرف ان الشرطه عرفت باللي حصل، وعرف كمان ان سيون رفض يبلغ عنه. وبعد كام يوم سوهو بيلاحظ ان سيون وبومسك مختفيين من المدرسه، فاتصل بسيون بس ما كانش فيه اي رد. فوقتها سأل يي اذا كان حصل حاجه، بس هي ما رضيتش تقول له على اللي حصل. وهنا سوهو بدأ يشك، وبعدها بدأ يسمع شويه كلام من اللي هم كانوا مخبيينه عليه، وبعدها قدر ان هو يعرف الحقيقه كلها وعرف كل اللي حصل لسيون. فعلى طول راح ليه وسألها عن المستشفى اللي هو فيها، فهي قالت له ان سيون طلع منها. فسوهو راح على بيت سيون وهناك شافه، بس سيون كان مخبي ايده المكسوره. وسوهو سأله عن اللي حصل، بس سيون ما كانش راضي يتكلم، فهو قال له ان هو لازم يرجع المدرسه
بكره، وبعدها سابه ومشي. لكن المره دي سوهو كان مقرر ان هو مش هيسيب اللي حصل ده يعدي بسهوله. وبنشوف في الوقت ده ان بومسك كان بيتضرب من الحراس بتوع ابوه، وقالوا له ان هم هيبعتوه بره البلد وما عادش فارق معاهم اذا هو عاش او مات، والكلام ده بيكسره من جوه. فوقتها ساب البيت وهو متضايق. وبعد ما سوهو عرف الحقيقه طلب ان هو يقابل بومساك، ولما وصل اعتذر له على كل اللي حصل وطلب منه يعتذر لسيون وي. بس بومساك رفض ان هو يعمل كده، فسوهو بدأ يضربه. وفي اللحظه دي كانج بيظهر وبدأت خناقه كبيره ما بينهم. وفي البدايه سوهو كان عارف يتعامل معاه، بس الباقيين دخلوا واتجمعوا عليه كلهم، وبومساك هو كمان دخل معاهم وفضلوا يضربوا فيه لحد ما هو وقع وما بقاش قادر يتحرك. وبعدها كلهم سابوا المكان وهربوا. اما بومساك فكان مصدوم ومنهار من اللي حصل. وبنشوف بعد كده سوهو بيتنقل للمستشفى، والحادثه دي بتتسجل على انها مجرد اصابه اثناء التدريب. ولما سيون بيعرف اللي حصل لسوهو بيروح المستشفى علشان يشوفه، ووقتها بيتصدم من حالته. ومن وقتها قرر ان هو ينتقم من كل واحد شارك في اللي حصل له. ووقتها بدأ بيونج بين اللي اعترف ان بومساك كان هو صاحب الخطه، وكمان وراه فيديو بيثبت ده. وبعدها سيون راح لكانج وبدأ ان هو يهاجمه، وبعدها راح يدور على الباقيين. وفي نفس الوقت واجهت بومساك واتهمته بكل اللي حصل. وبنشوف ان بومساك كان ندمان جدا. ووقتها سيون بيوصل هو كمان لبومساك وسأله هو ليه خان اصحابه. فبومساك قال له ان هو مش فاهم نفسه، وقال له ان هو يستاهل اي حاجه تحصل له. بس سيون ما قدرش ان هو يأذيه وسابه وخد بعضه ومشي. وبعدها رجع للمستشفى وقعد جنب سوهو وكان زعلان جدا عليه. وبعد كل اللي حصل ده بومساك بيسيب البلد وبيسافر لبره، وسيون بيتفصل من المدرسه وبيتنقل لمدرسه جديده. واول ما بيدخل فصله الجديد بيظهر طالب تاني وبيبدأ يستفزه. فسيون وقتها بيطلع القلم المعروف بتاعه. وبكده الجزء الاول بتاعنا بيخلص. فلو عجبك الجزء ده اكتب لنا في الكومنتس لو تحب نعمل لك الجزء التاني. وبس كده، اشوفكم على خير، سلام.